يا هيهات يا هيهات يا هيهات. المرة دي بقى خلينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا صباح الجمال يا مساء الجمال من شيماء جمال. يا جماعة هي بقت لازمة خلاص. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جالي تليفوني النهارده، وطبعا انا استأذنت صاحبة القصة دي ان انا هعمل فيديو طبعا بدون ذكر اسماء. واحدة تعز عليا جدا وبتسألني وبتقول: هو انا ممكن اكون السبب في خيانته ليا؟ طب هو انا هقدر اكمل؟ طيب انتي شايفة ايه؟ رديت عليها بثلاث اجابات وقلت لها: اولا، انتي مش السبب في خيانته ليكي، ودي حاجة انا متأكدة وواثقة منها. ده كلام مدروس ومعقول وفي علم النفس وفي الدين وفي كل حاجة، مش كلامي انا. وثانيا، ان انتي تكملي او متكمليش فده طريقك انتي. شوفي سلبيات العلاقة ايه وايجابياتها ايه، وشوفي هو قادر على التغيير ولا لا. وتالت حاجة، عن هي قالت ايه، اشوفه مكمل معايا ولا لا. طيب وهل انا ممكن اكون السبب والغلط فيا ولا لا؟ لا يا حبيبة قلب، الغلط مش فيكي. اكتشفنا ان كل اللي حواليها بيقول لها: اه انت اكيد عملتي له حاجه، انت اكيد قصرتي في حقه، انت اكيد ما اديتيش حقه الشرعي، انت اكيد كنتي مع ولاده ومقصره معاه. طب ما هو ولاده دول مين؟ مش ولاده؟ كويس ان هم ولاده. يبقى ايه بقى؟ لما الست تتعب وتشقى في البيت وتشقى مع ولادها تبقى وحشه ونوتي، ولما الست تخرج وتشوف حياتها وتنزل وتروح تمارين مع اصحابها تبقى الست برضو نوتي. يبقى المشكله في مين؟ في عاهات وتقاليد المجتمع ولا في الست؟ تعالوا نعرف مع بعض ايه اللي بعد ما قلت لها القرار قرارك، مصممه برضو انها تسمع مني. فقلت لها: لا انا مش هقدر اقول لك تعيشي ولا ما تعيشيش وتكملي ولا ما تكمليش. لقيتها بتسالني وبتقول لي: طب هي الست فعلا ممكن تكون هي السبب في خيانه الراجل؟ تعالي يا حبيبتي اقولك: الخيانه مش رد فعل، الخيانه قرار من العقل. اي انسان بيقرر ان هو يخون في اي علاقه زوجيه، صحاب، ايا كان، بيبقى قدامه بدايل: ينسحب، يتكلم، يواجه. لكنه للاسف اختار الغدر، اختار انه يطعن في الظهر. يطعن ولا يطعن ان كان اصلا في اللغه العربيه فظيعه فظيعه. اختار الغدر واختار الجرح. ممكن العلاقة دي يكون فيها مشاكل، طبيعي وارد، كل بيت فيه مشاكل، وكل اتنين متفاهمين. حتى لو هما متفاهمين وجم في مشكلة مش متفاهمين ده طبيعي، ما بين ست وراجل لازم يحصل كده. ممكن الست كمان تكون تعبت، بعدت، اتغيرت، بس ده برضو مش مبرر انك تخونها. الخيانة يا صديقي ويا صديقتي مش بتبررها الظروف، الخيانة بتكشف الشخص من جوه، مش اللي جوه شريكه للأسف. وبالمناسبة في ستات كتير قوي اتخانت وهي جميلة، طيبة، سند، شايلة البيت كله، واتخانت برضه. يبقى العيب في مين بذمتكم؟ في اللي خان؟ وفي الآخر اللي عايز يحافظ هيحافظ حتى لو الدنيا كلها ضده، واللي قرر يخون هتلاقيه بيخلق 100 سبب حتى لو مفيش ولا سبب. فلو انتي اتخنتي يا ست البنات ويا ست الكون، افتكري دايما الجملة دي اللي دايما بقولها لي وبقولها لك: ان انتي ده مش تقصير منك، ده نقص فيه. وساعتها ما تدوريش على العيب في مرايتك، دوري على النور اللي جواكي وكملي وانتي رافعه راسك. انا خلصت، ويا رب كلامي يكون خفيف عليكم، ويا رب تكون رسالتي ليكي هي موجودة في كل بيت، وخصوصا المشكلة دي إلا من رحم ربه، إلا الراجل. مش ظل الحيطة ولا ظل الراجل، الراجل نفسه اللي بيعرف يوازن بين قلبه وعقله، اللي بيعرف ان حلاله هي واحدة بس مش غيره. مهما قلنا بقى من عاهات المجتمع، وانتوا عارفين ان انا بكره اكتر حاجة بكرهها في حياتي هي عادات المجتمع وتقاليده. المجتمع اللي دايما بيجي على الست: لا، من هنا ورايح
مفيش حاجه اسمها اصل انت اللي عيب فيكي، اصل ما كل الرجاله بتعمل كده، جت عليا انا يعني، ولا الكلام الفاضي ده. لا 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 يا ست البنات، العيب مش فيكي ولكن النقص فيكي. سبسكرايب للقناه ولايك وقولوا لي بقى تحبوا نتكلم في ايه، لان انا حرفيا بقيت قاعده كده مع نفسي بفكر، مش عارفه اتكلم في مواضيع ايه. فادوني الشغف ورجعوني تاني للرسائل الحلوه اللي كنتوا بتبعتها لي، وان شاء الله اشوفكم على خير. سلام.